السلام عليكم ورحمة الله. أنا جيت نتكلم على واحد السيد عمل واحد الفيديو وكيتكلم على شرح كلمة ديال الكمير، وهو يعني كيستدرجها، يعني كيهضر كيعمل لها الترجمة بالفرنسية. وكلمة الكمير ما كانتش فرنسية، هي إسبانية أصلها. وحنايا هادشي اللي عرفنا على الكمير، وهي مجة من كلمة الكمير. هي يعني مجة من الأكل، كومير، فهمتي؟ هي مجة من كومير مجة كلمتها هي الأكل، كومي فهمتي؟ وكلمة ديال البان فرانسيس ما كيقولوش الكومير، هما الخبز كيسميوه بالبان، لو بان بالفرنسيه، ماشي كيقولوا الكومير. وكلمه الاكل مونج، ماشي كومير. وهذا كيشرح يعني هذاك الشرح يعني ما هو سي صحيح، معكوس. اييه، ما خصوش يقول هذه الكلمه هذه، يعني لا غيشرح، خصو يشرح هذاك الشيء معوض بالتدقيق. حنايا ك ك ك ك كشماليين، الكلمه ديال كومير كانت موجوده في الشمال، ما كانتش موجوده في الجنوب ما كانوش كيقولوا الكومير. يعني يعني داك الشيء جالهم اخر، عاد بداو كيمشيو للشمال وتعلموا الكمير، بداو كيقولوا هما الكمير. ايوا هذا هو الشرح ديالها، كومير هي الاكل، كومي الكمير مجام كلمة الاكل، كومي بان، كومي بان. هذه هي الكلمة الصحيحة، وهذا هو الصح. أنا صححت الغلط اللي قال هذاك السيد، ما يقولش كلمة لو بان، يعني هو كلمة كومير مجة، يعني بالفرنسية هي عملوا الصف. قال لك بأن كانوا كيعملوا الصف باش يصبروا الخبز في الأيام ديال الاستعمار. ولكن هي لا، ماشي كلمة صحيحة، باش غتقولتي لا يشدوا الصف. كمير هي بالكلمة شدوا الصف بالكم، لا هذا غلط، لا. هي كلمات الصح، كومي هي المكلة، الأكل. كمير مجا من كلمات الأكل، كومي. والكمير هو الكمير مجي، هو يعني بالعربية هو الأكل، كومي. هذا هو الشرح ديال الحبيب ديالي، والله يهنيك، والله يزيدنا في الفهايم التاريخية. هذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم.